كتعلن هاد العلامة على خطر وجود منعرج على اليمين. من الواجب عليا نحترم تحديد السرعة، نلتزم أقصى اليمين وممنوع عليا نتجاوز. كتعلن هاد العلامة على خطر وجود منعرج على اليسر. من الواجب عليا نحترم تحديد السرعة، نلتزم أقصى اليمين وممنوع عليا نتجاوز. كتعلن هاد العلامة على خطر منعرجات متابعة. الأول على اليمين. من الواجب عليا نحترم تحديد السرعة ومسافة الأمان وممنوع عليا نتجاوز. كتعلن هاد العلامة على خطر عقبة حادة بنسبة 6%، يعني أنه ملي كنقطع ما يعادل مسافة 100 متر مستقيمة كنكون طلعت ب 6 متر. من الواجب عليا نمسك المقود مزيان باش نتحكم جيدا في المركبة ديالي ونحترم مسافة الأمان. كتعلن هاد العلامة على خطر منعرجات متابعة. الأول على اليسر. من الواجب عليا نلتزم أقصى اليمين، نحترم تحديد السرعة ومسافة الأمان وممنوع عليا نتجاوز. كتعلن هاد العلامة على خطر منحدر بنسبة 10%، يعني أنه ملي كنقطع ما يعادل مسافة 100 متر مستقيمة كنكون هبط ب 10 متر. من الواجب عليا نخفض من مستويات السرعة ونمسك المقود جيدا ونقوم بالحصر بصفة متقطعة باش نتحكم جيدا في المركبة ديالي ونحترم مسافة الأمان. كتعلن هاد العلامة على خطر طريق ضيقة من الجهتين بجوج، اليمين واليسر. من الواجب عليا نلتزم أقصى اليمين، نقص من السرعة ونطبق قواعد الأسبقية وممنوع عليا نتجاوز. كتعلن هاد العلامة على خطر طريق ضيقة بصفة محلية من الجهتين. من الواجب عليا نلتزم أقصى اليمين، ننقص من السرعة ونطبق قواعد الأسبقية وممنوع عليا نتجاوز. كتعلن هاد العلامة على خطر طريق ضيقة من جهة اليسر. من الواجب عليا نلتزم أقصى اليمين، ننقص من السرعة ونطبق قواعد الأسبقية وممنوع عليا نتجاوز. كتعلن هاد العلامة على خطر رصيف واحتمال السقوط في مجرى مائي. من الواجب عليا نمسك المقود مزيان ونتجنب التجاوز. كتعلن هاد العلامة على خطر وجود حدبة أو حدبات في الطريق. من الواجب عليا نقص من السرعة ونرد البال في الطريق. كتعلن هاد العلامة على خطر وجود مخفض للسرعة محدو دب في الطريق. من الواجب عليا نقص من السرعة ونرد البال في الطريق. كتعلن هاد العلامة على خطر الانزلاق في الطريق بسبب التساقط ديال الأمطار أو الثلوج. من الواجب عليا نقص من مستويات السرعة باش نبقى متحكم مزيان في السيارة ديالي ونكبر مسافة الأمان. كتعلن هاد العلامة على خطر طريق كيتجمع فيها الماء. من الواجب عليا نقص من السرعة ونرد البال مع مستعملي الطريق الآخرين. كتعلن هاد العلامة على طريق فيها خطر تطاير الحجر الصغير. من الواجب عليا نقص من السرعة، نلتزم أقصى اليمين ونرد البال مع مستعملي الطريق الآخرين. كتعلن هاد العلامة على جوج ديال الأخطار: خطر تساقط الأحجار غير المتوقع من الجبال والمرتفعات، وخطر وجود الأحجار في الطريق. من الواجب عليا نقص من السرعة ونتفادى الوقوف أو التوقف في هاد المكان. كتعلن هاد العلامة على خطر ممر ديال الراجلين. من الواجب عليا نقص من السرعة ونسمح للراجلين اللي دخلوا في الممر يدوزوا. كتعلن هاد العلامة على مكان كيكونوا فيه الأطفال بكثرة. من الواجب عليا نقص من السرعة ونرد البال في الطريق ونستعد لأي خطر مفاجئ. كتعلن هاد العلامة على خطر مرور الدراجات أو الدراجات النارية الخفيفة. من الواجب عليا نقص من السرعة، نلتزم بالمسلك ديالي، نحترم مسافة الأمان ونرد البال مع مستعملي الطريق الآخرين. كتعلن هاد العلامة على خطر مرور الحيوانات الأليفة، وهذا الخطر يقدر يكون مفاجئ من اليمين أو من اليسر. من الواجب عليا نقص من السرعة ونرد البال في الطريق لعبور الأبقار. كتعلن هاد العلامة على خطر مرور الحيوانات الأليفة، وهذا الخطر يقدر يكون مفاجئ من اليمين أو من اليسر. من الواجب عليا نقص من السرعة ونرد البال في الطريق لعبور الأغنام. كتعلن هاد العلامة على خطر مرور الحيوانات الأليفة، وهذا الخطر يقدر يكون مفاجئ من اليمين أو من اليسر. من الواجب عليا نقص من السرعة ونرد البال في الطريق لعبور الجمال. كتعلن هاد العلامة على خطر مرور الحيوانات المتوحشة، وهذا الخطر يقدر يكون مفاجئ من اليمين أو من اليسر. من الواجب عليا نقص من السرعة ونرد البال في الطريق لعبور الغزال. كتعلن هاد العلامة على خطر مرور الفرسان، وهذا الخطر يقدر يكون مفاجئ من اليمين أو من اليسر. من الواجب عليا نقص من السرعة ونرد البال في الطريق لمرور الفرسان. كتعلن هاد العلامة على الاقتراب من ملتقى طرق فيه أضواء ثلاثية اللون. من الواجب عليا نستعد باش نحترم الإشارة الضوئية.
كان اللون الاحمر نوقف، او اللون الاصفر نوقف الا كان هذا الوقوف ما غاديش يشكل خطر على مستعملي الطريق الاخرين، والا كان اللون اخضر ندوز بحذر. كتعلن هذه العلامة على أنني غادي نمر من منطقة فيها خطر جوي، يعني كاين احتمال نزول أو تحليق الطائرات، ويمكن الصوت ديال الطائرات يفاجئني. كتعلن هذه العلامة على خطر رياح جانبية، من الواجب عليا ننقص من السرعة، نشد المقود مزيان، نلتزم أقصى اليمن، نتفادى التجاوز، ونتوقع هبوب الرياح من اليمن ومن اليسار. نوجه السيارة للجهة المعاكسة للجهة اللي جاي منها الرياح باش نتفادى الانحراف على المسار ديالي. هاد العلامة كتعلن على أنني في طريق كيتم السير فيها في الاتجاهين ابتداء من العلامة، من الواجب عليا نشد اليمين ديالي ونقص من السرعة. وهاد العلامة ما كتعتبرش علامة متقدمة، بل علامة وضعية، لأن الإعلان على الخطر غادي يكون ابتداء من العلامة، ماشي على بعد 50 متر داخل التجمعات العمرانية أو على بعد 150 متر خارج التجمعات العمرانية. كتعلن هاد العلامة على أخطار أخرى، يعني خطر غير محدد. الواجب عليا نقص من السرعة ونحاول نحدد الخطر اللي ممكن نواجهه. كتعلن هاد العلامة على خطر الاقتراب من السكة ديال القطار فيها حاجز كيتستعمل يدويا. من الواجب عليا نقص من السرعة، نشد اليمين ديالي ونستعد للوقوف. إلا كان الحاجز محلول ندوز، وإلا كان مسدود نوقف. كتعلن هاد العلامة على خطر الاقتراب من السكة ديال الترامواي. من الواجب عليا ننقص من السرعة، نعطي حق الأسبقية ونرد البال في الطريق. كتعلن هاد العلامة على خطر الاقتراب من السكة ديال القطار بدون حاجز ونصف الحاجز. من الواجب عليا ننقص من السرعة، وملي نوصل للتقاطع نوقف ونتأكد من عدم اقتراب أي قطار وعاد ندوز. كتعلن هاد العلامة على خطر مرور مركبات مجرورة بواسطة الدواب. من الواجب عليا ننقص من السرعة، نحترم مسافة الأمان ونرد البال مع مستعملي الطريق الآخرين. كتعلن هاد العلامة على خطر مرور مركبات فلاحية. من الواجب عليا ننقص من السرعة، نحترم مسافة الأمان ونرد البال مع مستعملي الطريق الآخرين.